يا مساء الخير على احلى متابعين لقناتي فرن الابداع. النهارده عامله لكم سمان مشوي، ممكن تشووه في الفرن زي ما انا شويته، وممكن تشووه على الفحم ويبقى طعمه خطير لذيذ جدا وطري. اتمنى تجربوه عشان بجد حلو قوي. التتبيله بتاعته مميزه، مخلي لحمته كمان من جوه طريه. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ويلا بينا على طول على المقادير والطريقه. اول حاجه معايا السمان، زي ما انتوا شايفينه انا منضفاه حلو، بس انا لازم هفتحهم من الظهر علشان خاطر يشرب من التتبيله ويستوي معايا حلو. انا بقص الحته اللي هي من تحت دي، هي دي بتبقى فيها اكبر نسبه زفاره، وكمان ما بتتاكلش. وببدا ان انا افتح من سلسله الظهر لغايه الزور بالمنظر ده، وبدوس على العظمه بتاعه الصدر كده. هي العظمه طريه مش محتاجه لان هي طري جدا، بس بدوس كده بحيث تتفتح والتتبيله يدخل جواها. انا طبعا منضفاها بملح وليمون ودقيق، دعكتها حلو قوي وحطيت عليها شويه خل، وبيض نضيفه زي ما انتوا شايفينها. ما تقلقوش من الزفاره ابدا. بعمل لكم واحده تانية برضو، بشيل الجزء اللي من تحت زي ما انا قلت لكم بالمنظر ده، وببدا من سلسله الظهر ببدا اقص لغايه لما اوصل لفوق، وبقلبها الناحيه التانية، بدوس على العظمه بتاعه الصدر بالمنظر ده عشان يتفتح معايا كل الكميه. طبعا لازم تنقوا السمان يكون فيه شويه لحم، ما يكونش صدره قليل، لازم الصدر يبقى مليان. هبدا دلوقتي على طول اعمل التتبيله. حطيت كيس من الصلصه، اي نوع بقى صلصه عندك. انا ما حبيتش احط طماطم، بس انتي لو عايزه تستبدلي الصلصه بطماطم تمام. حطيت نص ربطه من الكزبره، بحب طعم الكزبره قوي في التتبيله بصراحه. بحط كمان راسين بصل وسط على الكميه اللي انا عاملاها. طبعا الكميه انتي بتحدديها بعينيكي برضو. حطيت معلقه كبيره من الملح، وبحط شويه من التوابل اللي هي بتاعت شوي الفراخ، ده بتلاقوه عند اي عطار. حطيت نص معلقه او معلقه، يعني براحتك برضو حسب الكميه، انت ممكن تكتري براحتك. حطيت نص معلقه من البابريكا المدخنه، بتديلها نكهه حلوه قوي في الشوي. حطيت معايا كمان نص معلقه صغيره من جوز الطيب، بتخلي ريحتها حلوه قوي، بتوديها في حته تانية. انت التوابل بتلعبي فيها براحتك، يعني انت حسب ما انت عايزه تحطي توابل حطي، بس انا التتبيله دي هي اللي كانت مميزه معايا. بحط معلقه كبيره من الثوم المفروم زي ما انتوا شايفينه. الصويا دبس الرمان بيوديها في حته تانية حرفيا. فانا حطيت معلقه كبيره من دبس الرمان بالمنظر ده، بيدوله طعم لذعان حلو قوي لما بيتشوي، كمان بيبقى طعمه مميز. دي التتبيله معايا. حطيت طبعا نص معلقه من الفلفل الاسمر، ما تنسوهاش، برضو بتضيع اي زفاره، الفلفل الاسمر معروف. حطيت كمان توم باودر، التوم باودر ده اللي انا عاملاه معاكم، بحط معلقه صغيره. زودت شويه ميه لان انا مش حاطه طماطم، بس لو انتوا حاطين طماطم خلاص. بضرب كل المكونات دي معايا وببدا اضيفها على السمان، وببدا ان انا بايدي ادخل كل التتبيله في جلد وبره الجلد، وببدا ان انا عاملاها زي تدليك لكل الكميه اللي عندي بالمنظر ده. دلكوها، وبسيبها ليله كامله في التلاجة. لو انتي مش معاكي وقت، ساعتين حلوة قوي. هو السمان اصلا عشان لحمه طري فهيتشرب التتبيله بسرعه. عايزه اقولك ريحه التتبيله خطيره جدا من قبل ما يستوي، كمان كل النكهات داخله مع بعض مع التوابل، حلوه قوي قوي. ببدا ان انا برضو اكمل كل الكميه، برضو ان انا اقلبها. ببدا احط عليها ستريتش راب وهدخلها التلاجة معايا ليله كامله زي ما انا قلتلك، عشان انا معايا وقت. مش معاكي وقت، ساعتين وهنبدا بعد كده نشوي على طول. اوريكم على طول بعديها الخطوه اللي بعد كده. هي خطوات سهله جدا، بس بجد النتيجه بتطلع خطيره، واللي هيشوفك وانت عاملاها هيفتكر ان انت عاملاها جايباها جاهز، مش عاملاها في البيت من كتر ما هي جميله. ده كده بعد ما عدى عليها يوم كامل، يعني انا عملتها من بالليل، والصبح هبدا ان انا اشويها. زي ما انتم شايفين حتى اللون مغير من التتبيله، يعني من كتر ما هي قعدت في التتبيله لونها غير. انا عندي الشوايه دي
بشوي فيها على الفحم او في الفرن عادي. لو عايزه تشوي زي في الفرن هتبداي ان انت ترصي كده، وحاطه صينيه من تحت. الصينيه دي طبعا هحط فيها ميه واحط فيها التتبيله اللي عندي دي، وهتبدا تستوي. ببدا ان انا افرد السمان بالشكل ده، خليه مفروده بحيث انه يستوي كله وياخد نفس السوا، يعني ما فيش حاجه تبقى مستويه وحاجه لا. ببدا افرد كل الكميه عندي دي. ولو الكميه اللي عندك كتير بتعملي مثلا يعني حاجه اكبر من كده شويه. هبدا ان انا الخلطه ارشها بالمنظر ده. طبعا هي بتنزل على السمان وبينزل لي برده فين في الصينيه معايا، علشان خاطر تبقى متبله حلو وهتديلها طعم حلو. كمان لما هتتحمر اللون الاحمر